أهلا بيكم. فيلم المهاجر، الفيلم اللي قلب الدنيا يوم ما نزل في السينمات واتمنع من العرض ورجع تاني بحكم قضائي لأنه اتهم بتجسيد شخصية النبي يوسف. ونقدر نقول إن يوسف شاهين أخد قصة النبي يوسف وحولها لقصة درامية بحيث يهرب من قدسية الأنبياء وتجسيدهم، بس دخل في مشاكل كبيرة جدا برضه. الفيلم من إنتاج سنة 1994 ومن إخراج يوسف شاهين، والموسيقى المميزة للراحل محمد نوح اللي ودت الفيلم في حتة تانية خالص. بيبدأ الفيلم بقبيلة عايشة في الصحراء في العصور القديمة، وبيكون الشاب رام مربوط من إخواته الستة، وبيكونوا بيضربوه بغل وافتراء ومن غير رحمة بسبب غياب أبوهم عن القبيلة. ولما بيوصل أبوهم بتقوله مراته على اللي حصل لرام، ولما بيجمعهم أبوهم بيشتكوله إنه ساب الغنم وراعيها وراح يلعب، فبيزعق لهم وبيقول لهم إن محدش يلمس رام تاني حتى وهو غايب، وإن رام بيهم كلهم. وبيكون باين إن أبوهم بيحب رام جدا. ولما بيروح يشوف رام بيلاقيه واقف بيبص على القمر، وبيطمن عليه أبوه وعلى ظهره اللي اتضرب بالكرباج. وبيطلب رام من أبوه إنه يبعته لمصر عشان يتعلم الزراعة، وبدل ما يكونوا بيرعوا غنم في الصحراء فيزرعوا ويتطوروا. ورغم إن دي حاجة توجع أبوه بسبب غيابه عنه وحبه ليه، إلا إن أبوه بيكون شايف فيه المستقبل. وفي يوم بتقوم عاصفة شديدة جدا فبيشوفها رام وبيجري على القبيلة عشان يحذرهم، بس كلهم بيستهزئوا بيه، فبيجري يلم الغنم عشان يخبيهم في الجبل. ووقتها بتيجي العاصفة وبتدمر كل الخيام بتاعت القبيلة. ولما بيستخبوا كلهم في الجبل بيقوم أخوهم الكبير عشان يشكر رام، بس بيكون برضه رام خايف منه، وحتى أبوه بيكون قلقان على رام منهم، بس بيقوموا كلهم وبيشكروا إنه أنقذهم وبيحتفلوا بيه. بعدها بيكون قاعد أبوهم زعلان عشان رام عايز يسافر، فبيقول له صاحبه إنه يستحمل فترة وهيرجع له رام متعلم وساعتها حياتهم هتبقى أحسن. ولما بيكون الإخوات متجمعين بيكونوا متضايقين إن أبوهم عايز ياخد من فلوسهم ومن نصيبهم عشان مصاريف سفر رام لمصر. وبتقول لهم مرات أخوه الكبير إن رام ما أنقذهمش من العاصفة، إنما هو ساحر بيسحر للطبيعة، وهو اللي سبب العاصفة، وكمان هو اللي بيخليها تخلف بنات دايما مش ولاد. ولما بتروح مرات أخوه عشان تقدم قرابين عشان اللي تولده يبقى ولد مش بنت، فبيقول لها واحد منهم إن لو المولود بقى بنت هيقتلوا رام. ولما بتولد مرات أخوهم بتطلع بنت برضه، فلما بتقول الزوجة إنها هتقتل الطفلة المولودة بتقول لها الداية إن رام هو اللي المفروض يتقتل. وبيودع رام أبوه وبياكلوا آخر مرة مع بعض قبل ما يسافر لمصر. وبيقوم رام يودع أبوه ويحضنه ويمشي وهو موجوع إنه سايب أبوه وأخوه الصغير اللي بيحبه. وبيسافر رام بين الجبال عشان يروح لمصر، وبيكون اخواته بيوصلوه لأقرب مكان ممكن يركب منه، وبيوصلوا للمينا اللي هيركب منها رام المركب اللي هتوصله. ولما بيشوفوا مركب بيطلعوا عليها وبيضربوا رام وبيكتفوه وبيرموه في مخزن المركب وبيسيبوه وبيمشوا. ولما بيسأل صاحب أبوهم عن رام بيقولوا له إن رام سافر، فبيستغرب إزاي سافر وحاجته لسه معاه، وبيقول إن أكيد قتلتوه أو بعتوه كعبد، فبيضربوه ويكتفوه هو كمان. وبيضربهم أخوهم الكبير لأن المفروض كانوا يقتلوا رام. وبالليل بعد ما المركب بتكون في البحر بيسمع البحار دوشة في المخزن، فبيجري هو وابنه يشوفوا فيه إيه، وبيلاقوا رام في المخزن. ولما بيأكلوه بيقولوا له إنهم لقوه في المركب، وده معناه إنه عبد عندهم وهيبيعوه لأي حد في السكة. ولما بيقول لهم إنه عايز يروح مصر عشان يتعلم فبيعجب بيه البحار وبيعرف إنه ذكي، وبيقول له إنه هيبيعه بسبب ذكائه لكبير قائد الجيوش لأن دماغه حلوة. ولما بيقعد في بيت العبيد في مصر بيشوف وقتها بنت اسمها هاتي وبيعجب بيها. ولما تاني يوم بيختبروه عشان يشوفوا بيعرف يعمل ايه بيبهرهم رام انه بيعرف يقرا ويكتب، ودي كانت حاجة نادرة جدا وقتها. وبيعجبوا كلهم بذكائه وبحماسه على التعلم. بعدها بيكون قاعد رام قصاد معبد العلم اللي بيكون بيدرس كل حاجة من العلوم، من سر التحنيط للزراعة لكل شيء تقريبا، بس بيكون ممنوع على العبيد والعامة دخول المكان ده، وبيكون مخصص بس للكهنة والمختارين. فبيقول له واحد إن مفيش مدخل للمكان ده إلا مدخل الطوب والحجارة، فبيتسلل رام بين العمال اللي بيدخلوا الحجارة وبيدخل المعبد سرقة. بس لما بتهاجمه الكلاب بيقع من فتحة سرية لاجتماع القادة بالغلط، وبيقع قصاد كبير قائد الجيوش واسمه أميهار، وبيمنعهم أميهار إنهم يقتلوه.
وبيقول لهم إنه عايز يتعلم الزراعة، وإن أبوه كبير قبيلة وهو مش هيبقى كبير غير وهو متعلم وبينقل علمه ده للقبيلة بتاعته. وما بيكونش عارف إن اللي واقف قصاده ده يبقى كبير القادة أميهار. وبيعجب بيه أميهار جدا، وبيأمرهم يعلموه ويشغلوه في شغل كويس. بعدها لما بيكون شغال في التحنيط بيكون كاره الشغل ده رغم إنه سر عظيم للفراعنة، بس هو عايز يتعلم الزراعة. ولما بيروح يبلغ الطبيب بإنه عايز يغير الشغل بتاعه بيشوف جثة بتتحنط فبيغمى عليه من الصدمة. وفي بيت هاتي بتكون أمها ماتت، فبتحاول إنها تلم فلوس عشان تحنط أمها، عشان في الحياة التانية يقدروا يعرفوا بعض. بس الفلوس ما بتكونش كفاية، فبتكون زعلانة جدا. وبيهون عليها رام وبيقول لها إن أمها وذكرياتها عند ربنا، وبيعرفها إن معتقداتهم غلط لأن العبرة بالروح مش بالجسد. وبياخدوا أمها عشان يدفنوها. ولما بيشوف رام عساكر بتضرب واحد من العامة فبيسخن وبيضرب العساكر. وبالليل بيهزقوا أميهار على اللي عمله في الشارع مع العساكر، وبيقول له رام إن كل الآلهة اللي هم بيعبدوهم دول مش الإله الحقيقي. فبتعجب بيه كبيرة الكهنة واللي هي زوجة أميهار، الأميرة سينهت. وبيطلب تاني رام منه إنه يتعلم الزراعة. فبيقول له أميهار إنه لو عرف يزرع أرض موجودة على أطراف الصحراء عشان المجاعة اللي على الأبواب هيديها له هدية. فبيفرح قوي رام وبيجري. ولما بيطمن أميهار على سينهت بيكون باين إنها مش راضية عن عيشتها معاه ومش بتحبه، وحتى بيبان إنها غضبانة من الآلهة اللي بتعبدها ومش مقتنعة بيهم. بس كلهم بيمثلوا إنهم بيحبوا الآلهة عشان مصالحهم السياسية. ولما بيتكلم رام بالليل مع هاتي وأخوها بيعرف منهم إن سنهيت مش بتحب جوزها عشان هو ضعيف كراجل معاها في العلاقة، وإنهم مكملين مع بعض بس عشان الشكل العام. وبتقول له هاتي إنها عايزة تتجوز رام حتى لو بالعافية، وهتروح تطلب إيده من الأميرة سنهيت، وهتروح معاه تساعده في الأرض الجديدة. وبيروح أبو هاتي واسمه أوزير يقابل كبيرة الكهنة سنهيت، وبنعرف إنهم كلهم مجموعة واحدة وكلهم ثوار متخفيين عشان عايزين يهدوا نظام عبادة الإله أمون، بس كلهم بيشتغلوا في الخفا. وبالليل لما بيكون في عرض رقص في المعبد وبتكون سنهيت بترقص بتشوف هاتي إن رام معجب بسنهيت ورقصها، وبتكون متضايقة جدا من اللي شايفاه. والصبح بيعرفوا أوزير واللي بيكون مسؤول عن تعليم رام للزراعة إن الأرض دي مش كويسة للزراعة، وناس قبله حاولوا بس الأرض مش بتقبل. فبيطلب منه رام إنهم يجربوا مرة كمان، وبيوافق أوزير. فبيجري رام وبيجيب حاجته بسرعة، وبيتحركوا كلهم ناحية الأرض اللي هيزرعوها في قلب الصحراء. وفي الطريق بيشوف رام راعي غنم فبيفتكر أهله في الصحراء. ولما بيوصلوا بيلاقي رام الأرض جنب البحر فبيفرح إن في مية، بس بيقول له أوزير إنها مية مالحة وما تنفعش للزراعة، ولازم يحفروا عشان يلاقوا مية تنفع للزرع. وفي يوم وهو بيحفر بيبص رام على هاتي وبيبدأ يعجب بيها، وبيقعدوا يجربوا في الأرض وقت طويل جدا بالحفر وحجز المية، وبيواجهوا عواصف ومشاكل كتير، وبيكونوا كلهم متشائمين بسبب قلة المية. وفي ليلة بتنزل المطرة بشكل جامد جدا، فبيجروا وبيبتدوا يرموا البذور في كل حتة عشان يستغلوا مية المطر. وبتبدأ الأرض تخضر والقمح يظهر، وكلهم بيفرحوا إنهم أخيرا قدروا يزرعوا الأرض. وبيسيبهم أوزير وبيتحجج إنه لازم يرجع مصر ويسيبهم. ولما بيوصل مصر ومعاه المحصول بيلاقي الجنود بيقطعوا الحمولة بسبب التفتيش الأمني رغم إن البلد داخلة على مجاعة. وبيرموا أوزير في السجن، وبتروح سنهيت ليه في السجن عشان تخرجه. وبتعرف منه إنه رام مش عايز يرجع حتى بعد 3 سنين هناك، وإنه قاعد مع هاتي. فبتبان الغيرة على سنهيت. وعند الأرض الفرحة ما بتكملش لأن الزرع بدأ يموت تاني بسبب قلة المية. بس بيتفاجئ رام وهو ماشي في يوم لوحده إن بقى في نهر موجود جنب الأرض فجأة زي ما تكون معجزة. ولما بيدوق المية بيلاقيها مية حلوة وتنفع للزرع، فبيفرح قوي وبيجري عشان يبلغهم. وبيبدأوا يعملوا ممرات للمية عشان يزرعوا، وهناك بيعترف رام وهاتي بحبهم لبعض. وفي ليلة بيجي واحد مرسول بيقول لهم إن أوزير بيموت وعايز يشوف حفيدته، بس بيطلب منه المرسول إنه يسيب أهله في الأرض لأن مصر فيها ثورة وانفلات أمني. وبيقول لهم رام إنهم هيروحوا كلهم عشان يشوفوا أوزير، بس بيكون أوزير مات. ولما بتعرف سنهيت إن رام رجع بتكون ملهوفة قوي عليه،
وبتقول للخادم إن رام لازم يرتاح شوية من الشغل، وبتخليه يقعد في جناح ملكي خاص جنب أوضتها عشان يراعي أرض القصر. وبتكون فرحانة قوي سنهيت إن رام رجعت جنبها تاني، وبيبتدوا يتكلموا عن قرب لأول مرة. وبتقول له سنهيت إنها مبسوطة قوي إنهم مع بعض دلوقتي، وبيقول لها رام إن هو كمان مشدود ليها، وبيلعبوا مع بعض طول اليوم. ولما بترجع سنهيت البيت وتطلب من أميهار إنه يحضنها فبيرفض. ولما بتطلب منه إنهم ينفصلوا بيعرفها أميهار إنه حاسس إن في حد تاني في حياتها، وإن بلاش يضيعوا 10 سنين كانوا مع بعض فيها بسبب نزوة. أما في الشارع بيكون الصراع بين أتباع أتون وأتباع أمون بقى كبير قوي، والثورة بتزيد يوم بعد يوم. ولما بيلاقي الكاهن التماثيل بتاعت أمون كلها متكسرة بيطلب من الملك إن هو اللي يتولى أمور الجيش عشان يقدر يحافظ على الأمن من الثوار، وبيبدأ يحرق كل البيوت والأراضي للمصريين. ولما بيستغرب رام من أميهار وتصرفات الجيش بيتفاجئ رام إن أميهار هو كمان ضمن الثوار، بس في الخفة، بس هو بيلعبها بسياسة مش بغشومية. وفي الليلة دي بتروح سنهيت لأوضة رام وبتحاول تغريه وتحضنه عشان يغلطوا مع بعض. ولما بيبدأ رام يضعف ويتجاوب معاها بيفوق فجأة وبيجري من أوضتها، وهو في الطريق بيشوف أميهار، وساعتها بتتهم سنهيت إن رام هو اللي اتهجم عليها. ولما بيتكلم رام وأميهار بيقول له رام إنه مش ممكن يخونه أبدا لأنه بيعتبره زي أبوه، وكمان عارف إنه بيحب سنهيت حتى لو مش عارف يديها حقوقها. وبيقول له أميهار إنه كده كده هيخش السجن. وبيروح بعدها أميهار يقبض على الكاهن الأكبر وبيعتقله. وبتروح هاتي لرام في السجن عشان تهربه، بس رام بيرفض عشان ما يثبتش التهمة على نفسه. فبتتأكد هاتي وقتها إنه أكيد رام ما عملش حاجة غلط. بعدها بتروح سنهيت لرام السجن وبتلومه إنه أهانها، بس بيعترف لها رام إنه هو كمان بيحبها بس ما يقدرش يكون خاين لإميهار. وبتفرح سنهيت برضو إن رام بيحبها، مش هي بس لوحدها اللي بتحبه. وبتروح سنهيت لوسط المعبد وقصاد الملك وكل الحاشية بتعترف إن رام بريء وإن هي اللي حاولت تغريه بس هو اللي رفض. وبيخرج رام من السجن وبيروح لأرضه مرة تانية. وبعد سنين بتبدأ المجاعة تضرب مصر، وبيروح الملك والحاشية لأرض رام علشان يستنجدوا بيه. وبيكتشفوا إن رام كان بيخزن الحبوب اللي بيزرعها كلها في صوامع عشان تكفي الناس وقت المجاعة. وبيطلب رام من الملك والقادة إنه ياخد كل الجيش عشان يستغلوا في الزراعة ويحلوا مشكلة المجاعة اللي بتضرب مصر. فبيوافق أميهار والملك إنهم يدوله الجيش لمدة 5 سنين ويكون هو المسؤول عن الجيش وعن الزراعة. وبعد سنين بيعرف رام إن في ناس من قبيلته طالبين يقابلوه، بس هما ما يعرفوش إنه يبقى رام أخوهم. وبيحكوله إنهم في مجاعة بقالهم سنين طويلة وقربوا يموتوا من الجوع. ولما بيسأل عن أخوه الصغير بيقولوله إنه بيشيل حاجتهم زي الخدم. وبيعزمهم رام على العشاء بالليل، وبيبدأوا يضربوا بعض على الأكل وبياكلوا زي الحيوانات. وفي ركن متطرف بيقعد الأخ الشقيق لرام، فبيروح له وبيتكلم معاه وبيعرفه إنه هو يبقى أخوه رام. وبيؤمر رام الجنود يشيلوا الأكل فجأة من قدام إخواته، وبيقول لهم إنه هيشتري أخوهم الصغير مقابل الأكل اللي أكلوه، وبيطردهم كلهم بره القصر. ولما بيطلب أخوه الكبير إنه يتاخد مكان أخوهم الصغير بيستغرب رام إنه بقى عندهم قلب، وبيبتدي يهزقهم. فبيعرف أخوه الكبير إنه ده يبقى رام أخوهم اللي رموه في المركب من سنين، وبيجروا كلهم عليه وبيحضنوه وبيفرحوا بيه كلهم وبيكونوا ندمانين. وبيطلب رام من الملك بعدها إنه يسيب مصر ويروح لقبيلته، لأن أبوه كبر قوي وبقى محتاج يشوفه، وبقى محتاج إنه يكون مع عيلته في الوقت ده. فبيودع رام الملك وأميهار بعد ما قضى عمره كله في مصر واتعلم فيها وبقى من كبار القادة. وبيروح يودع سنهيت وهو متأثر إنه هيمشي من مصر، وبيتجهوا كلهم لمكان القبيلة. وقتها بيكون أبوهم بيقول لمراته إنه حلم بإن رام رجع تاني، بس بتكون مراته مش مصدقاه وفاكرة إنه كبر وبيخرف. وفي اللحظة دي بيشوفوا قدامهم قافلة وصلت، ولما بيجري عشان يشوفهم بيقول لهم إنه حلم برام اللي رجع مش ولاده التانيين. فبيقرب ابنه الصغير عشان يوريه رام، وأول ما بيشوفوا بعض بيعرفوا بعض بعد كل السنين دي، وبيبتدوا يحضنوا بعض بعد سنين طويلة جدا من البعد. وبيخلص الفيلم على كده.
ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب عشان الفيلم الجاي هيكون مفاجأة. وقول لنا في كومنت، تفتكر كان المفروض الفيلم ده يفضل ممنوع من العرض ولا لأ؟ سلام.